وبيبدأ الملخص بتاعنا بمشهد مؤثر جدا للبطلة بتاعتنا يانو، وهي واقفة من بعيد ومصدومة لأنها شايفة خطيبها يونج واقف وسط شلة بنات كتير وعمال يضحك ويهزر معاهم بمنتهى البجاحة. ومش بس كده، ده كمان بيقول لهم بكل ثقة إنه مش خايف إن خطيبته يانو تشوفه أو تقفشه في الوضع ده، لأنها عندها حالة نادرة اسمها عمى الوجوه، يعني مش بتقدر تميز ملامح الناس ولا تعرف مين اللي قدامها بالظبط. ولكن اللي يونج ما يعرفوش إن يانو في اللحظة دي كانت شايفاه بوضوح وسمع صوته، وقلبها بيتقطع من الخيانة والاستهتار بمشاعرها، وبتقول لنفسها إنها مش فاهمة هو ليه بيتعامل معاها بالقسوة دي وليه بيستغل مرضها عشان يخونها. وبترجع يانو بذاكرتها لورا وبتحكي لنا مأساة حياتها، وإنها وهي لسه طفلة صغيرة أهلها تخلوا عنها وادوها لعيلة غريبة ربتها في الجبل وكأنها مش بنتهم، وبعد فترة باعوها لعيلة غنية جدا عشان تخدم ابنهم اللي كان مشلول وقتها. وكان دايما الولد ده بيوعدها انه اول لما يخف ويرجع يقف على رجليه هيتجوزها ويعوضها عن كل اللي شافته. ودلوقتي بعد ما كبرت لقت نفسها مخطوبة ليونج اللي بيخونها ده ومتضايقة قوي من حياتها. وفي وسط الحفلة دي يانو بتشرب عصير، ولكن بتحس فجأة ان الدنيا بتلف بيها وانها دايخة جدا، وبتعرف ان المشروب كان فيه مخدر وان حد قاصد يأذيها. وهي بتحاول تهرب وتخرج من المكان بتقابل في طريقها هان، وده بيكون رجل أعمال مشهور جدا وغني، بس هي ما تعرفوش، وبتطلب منه بضعف انه يساعدها وبتعرض عليه فلوس مقابل انه يخرجها من هنا. لكن اللي هي مش عارفاه ان الشخص ده شافها قبل كده من سنتين وكان معجب بيها جدا من اول نظرة، ولكن وقتها هي كانت مرتبطة بشخص تاني، عشان كده هو ما قدرش يقرب منها ولا يعترف لها بمشاعره وفضل يراقبها من بعيد. وتاني يوم الصبح يانو بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها في أوضة غريبة وفخمة جدا، وبتفتكر انها قضت الليلة مع هان، وعشان كده هي كرامتها غالية عليها بتسيب له مبلغ من الفلوس على المكتب كأنها بتدفع ثمن الخدمة، وبتمشي بسرعة قبل ما يصحى. وهان لما بيصحى ويشوف الفلوس بيستغرب جدا ومش بيفهم هي ليه بتتعامل معاه كده وكأنه واحد غريب. وأول لما بيخرج من الأوضة بينزل لوبي الفندق وبيشوف يونج خطيب يانو وهو معاه بنت تانية غيرها، وبيستغرب جدا وبيتعصب ازاي حد يكون معاه جوهرة زي يانو وفي الوقت ده بيخونها مع واحدة تانية أقل منها بكتير. وبعدها يانو بترجع لبيت اهلها وهي تعبانه ومكسوره، ولكن بتلاقي اهلها قاعدين بيتكلموا مع اختها غير الشقيقه اللي بنعرف ان هي العشيقه الخطيب يانو واللي بيخونها معاها. واهلها اول لما بيشوفوها بيبداوا يزعقوا لها وبيتضايقوا منها جدا عشان قضت الليله بره البيت، وبنعرف من كلامهم انهم زمان رموا يانو وضحوا بيها عشان تخدم العيله الغنيه بدل اختها المدلله دي. ولكن يانو بشخصيتها الجديده القويه مش بتسكت ليهم وبترد عليهم بكل شجاعه وبتقول لهم انهم مش اهلها اصلا وانهم مجرد اسماء في حياتها وانها مش هتسمح ليهم يتحكموا فيها تاني. وبعدها بنشوف يانو وهي قاعده في كافتيريا وبتحاول انها تبعت طلب صداقه لهان على السوشيال ميديا عشان تشكره او تتكلم معاه، ولكنه بيتقل عليها ومش بيقبل الطلب على طول. وفجاه بتيجي لها مجموعه شباب صايعين وبيبداوا يرخموا عليها ويضايقوها، فبسرعه بتبعت له رساله استغاثه انه ينقذها. وفعلا هان مش بيتاخر لحظه وبيجي لها في الميعاد الصح زي البطل وبيقدر انه ينقذها من ايدهم. ومش بس كده، ده بيخليها هي بنفسها تضرب الشباب اللي بيضايقوها دول عشان تطلع غلها وتحس بقوتها. وبعد الخناقه ما بتخلص بيعرض عليها انه يوصلها البيت بعربيته، واول لما بيروحوا عند العربيه بتاعته يانو بتصدم لما بتلاقي انها عربيه فخمه جدا وغاليه، ومش بتفهم هو جايب الفلوس دي كلها منين، لان هي كل ده لسه مش عارفه ان ده هان رجل الاعمال المشهور جدا واغنى راجل في المدينه كلها. واول لما بيرجعوا البيت بعدها بتقول ان هي اداه صباعه اللي اتجرح في الخناقه لانها خايفه ان خطيبها يجي فجاه ويشوفهم، فبيقول لها ببرود ان خطيبها دلوقتي مشغول في خيانته وان هو مش هيجي وان هو محتاج يدخل ياخد شاور عشان ينظف نفسه. ولكن بعد دقايق الباب بيخبط وبيكونوا شباب من جيرانهم جايبين لها اوردر اكل، ولكن المفاجاه ان اللي بيخرج يفتح ليهم هو هان وهو لافف في الفوطه حوالين وسطه. وطبعا الشباب بيتخضوا جدا وبيتحرجوا ومش بيكونوا فاهمين هو ايه اللي بيحصل ولا مين الراجل ده، وبيمشوا بسرعه. وبعدها بتخش يانو المطبخ وبتبدأ تتكلم وتفضفض مع تطبيق الذكاء الاصطناعي اللي على تليفونها وبتحكي له كل أسرارها ومشاكلها، ولكنها ما تعرفش ان التطبيق ده ملك شركة هان وان هو اللي بيسمع وبيشوف كل الشات ده، وبالتالي بيقدر ان هو يعرف كل الأسرار اللي هي بتقولها للذكاء الاصطناعي وبيفهم كل حاجة بتدور في دماغها. وتاني يوم الصبح بدري بيوصل خطيبها يونج مع أختها وأبوها وبيقتحموا البيت وبيقولوا ان هم معاهم صور ليها وهي في البار وانها جابت ليهم العار والفضيحة، ولكنها مش بتهتم تماما لكلامهم ولا لتهديداتهم، فبيقولوا لها بسخريه ان هاني اللي هي ماشيه وراه ده مش هيتجوزها وانه بيلعب بيها. وبعدها يانو بتقرر تروح لخطيبها تينج اللي هي ضيعت سنين من عمرها وهي بتعالجه وبتهتم بيه وقت ما كان مشلول ومحدش بيسال فيه غيرها. ولكن اول لما بتوصل عنده بتصدم صدمه عمرها لما بتلاقيه قاعد في حمام السباحه
السباحة في قمة الانبساط وبكامل صحته ومعاه واحدة تانية غيرها أصلا، وبيتكلموا وبيضحكوا وكأن يانو دي مش موجودة في حياته. ولما بيشوفها بيبصلها بقرف وبيتعامل معاها بشكل وحش جدا وقاسي، وبيقولها في وشها إنه مش عايز يكون معاها تاني، وإنه مش عايز حتى إن هو يقرب منها أو يشوف وشها، وإنه دورها في حياته انتهى خلاص. وطبعا دي بتكون صدمة كبيرة جدا في حياتها وبتكسر قلبها، لأنها كانت فاكرة ومتأكدة إن ده أكتر شخص بيحبها في الدنيا كلها، وإنه هيفضل شايل جميلها طول العمر، بس طلع ندل وخاين وناكر للجميل. وبعدها يانو بتحاول تخرج نفسها من الحالة دي وبتروح لهان عشان تتمرن معاه سباحة زي ما اتفقوا، وهناك هان بيحاول يعلمها بطريقته الخاصة، وبيقول لها إن هو اتعلم السباحة دي بطريقة غريبة جدا وقاسية، وإن أهله زمان كانوا بيرموا الشخص في البحر العميق ويسيبوه وهو وحظه يا إما يموت ويغرق يا إما يعافر ويعوم وينجو بنفسه. هو طبعا لأن شخصيته قوية وعنيد مستحيل يفضل الموت ويستسلم، وعشان كده قرر إن هو يعوم وينجح. ولكن يانو بعد الكلام الصعب ده بتخاف وبتقول إنها مش عايزة تتعلم بالطريقة دي، وإن هي عايزة ترجع البيت لأن أعصابها مش مستحملة ضغط تاني. وتاني يوم الصبح وهي قاعدة على الفطار مع أهلها وأختها بتجيلها رسالة على تليفونها من هان، ولكن أختها اللي دايما مركزة معاها بتشد منها التليفون بسرعة وبتقرر إنها تشوف هي بتكلم مين، وبتعرف إنها بتكلم هان رجل الأعمال المشهور. وطبعا أهلها بيخافوا وبيبدأوا ينصحوها ويقولوا لها إنها لازم تبعد عنه تماما لأن ده شخص مش من مستواهم وممكن يسبب لهم مشاكل كتير، ولكنها مش بتسمع لهم ولا بتهتم بكلامهم، وبتقوم من على الأكل وبتسيبهم وتطلع أوضتها عشان تتكلم مع الذكاء الاصطناعي كالعادة، لأن ده المكان الوحيد اللي بتفضفض فيه براحتها. وبتبدأ تشرح له وتحكي له عن أول مرة كانت فيها مع هان وعن مشاعرها وقتها، وهي كانت بتحس بإيه ناحيته ومش بتحسب حساب ولا بتتخيل إن أصلا هان هو صاحب التطبيق وهو اللي بيسمع وبيشوف كل كلمة بتقولها. وبيكون هان في الوقت ده قاعد مع تنج اللي بيلاحظ ابتسامة هان الغريبة وهو بيبص في التليفون، وبيقول له إنه أكيد في علاقة حب جديدة أو بيحاول يشوف هو بيكلم مين. ولكن هان بيخبي المحادثة بسرعة وبيضحك بغموض. وتاني يوم بتكون يانو في مشوار مهم تبع الشغل، وبيكون معاها آن اللي هي خطيبة تنج الجديدة والمغرورة، وبيكونوا مستعجلين جدا عشان يلحقوا ميعاد، ولكن بسبب زحمة السير والعربيات واقفة مش قادرين إن هم يمشوا. وفجأة بنت صغيرة بتخبط على شباك عربيتهم وبتطلب المساعدة من يانو وهي بتعيط لأن أختها مغمى عليها في العربية اللي وراهم وهم مش قادرين يعدوا الطريق عشان يروحوا المستشفى. وعشان كده يانو بتقرر تتصرف وتنزل تساعد البنت باستخدام الدرون المتطور اللي بيكون معاها، واللي بيقدر ان هو يصور الطريق ويفضي الزحمة ويفتح طريق للإسعاف، وتنجح فعلا في إنقاذ البنت. ولكن لما بيرجعوا الشركة المديرة بتنسب الفضل كله الآن وبتقول ان هي السبب في إنقاذ البنت وانها بطلة. وطبعا يانو بتروح وتواجههم وتقول لهم انها مش مصدقة كمية الكذب والنفاق اللي في كلامهم، وان هي مش مستنية شكر من حد ولا فارق معها التقدير لانها عملت كده لوجه الله. وتاني يوم بتيجي مكالمة مفاجأة ليانو من مكتب هان وبيقولوا فيها انها اتقبلت في وظيفة جديدة ومهمة، وانها ممكن تيجي من بكرة الصبح تبدأ شغلها وتستلم مكتبها الخاص. ولكن هي طبعا مش بتكون عارفة ان ده مكتب هان ولا شركته، بس بتفكر ان في الاول وفي الاخر دي فرصة ذهبية عشان تهرب من تحكمات تنج وخطيبته، وعشان كده بتقدم استقالتها من الشركة دي فورا. وتنج اول لما بيعرف بيتعصب وبيقابلها في الشركة وبيقول لها انه مش هيسيبها تمشي بالسهولة دي. ولكن اول لما آن بتيجي بيغير كلامه وبيقول ليانو انها لازم تفكر من جديد وتعتذر منه لان هو كان كويس معاها سنين وهي اللي نكرة للجميل، بس هي بترد بكرامة وبتقول انها مش هتعتذر لحد وانها واخدة قرارها وبتمشي وتسيبهم. وبعدها بتروح مكتب هاني الفخم وبتفهم طبيعة الشغل الجديد من السكرتيرة بتاعته، وان هي هتكون المتحدث الرسمي باسم مجموعة الشركات دي، وان في صفقة مهمة وكبيرة لازم تخلصها وتتفاوض فيها مع شركة تنغ القديمة. وبتقول لنفسها ان دي اول مهمة ليها ومش سهلة تماما انها ترجع تواجه تنغ تاني، ولكنها بتوافق عشان تثبت نفسها. وبتروح الشركة القديمة بعد ما قالت انها استقالت، وطبعا تنغ بيقابلها بسخرية بيقول ان هي خلاص قررت الاستقالة وانه مش هينفع ترجع في قرارها دلوقتي، وفاكر انها جاية تترجاه يرجعها الشغل. ولما بتحاول تفهمهم الموضوع وتقول لهم انها جاية بصفتها ممثلة شركة تانية مش بيصدقوها بيضحكوا عليها لحد ما بتحصل المفاجأة الكبيرة، وهان بيجي بنفسه وبيدخل عليهم بكل هيبة وكلهم بيعرفوا الحقيقة الصدمة، ومن ضمنهم يانو ذات نفسها ان هان هو ده الوريث الشرعي والوحيد لعائلة جيانج الغنية جدا، وان الشركات دي كلها اصلا بتاعته وتحت ادارته، وان هو اللي طلب منها تكون المتحدث الرسمي باسمهم. وساعتها آن وتنغ بياخدوا الصدمة ووشهم بيجيب الوان ومش بيكونوا قادرين يتكلموا ولا ينطقوا بحرف من كتر الذهول. وبعدها بتروح يانو مع هان على بيته الفخم او القصر بتاعه بمعنى اصح عشان توصله او تكون معاه، ولكن فجأة بتحصل مفاجأة غير متوقعة وعمة هان بتوصل البيت من غير ميعاد سابق. وطبعا يانو اول لما بتشوفها بتتخض
جدا وبتحس باحراج شديد وبتكون عايزه تمشي وتختفي من المكان فورا عشان ما تسببش اي مشاكل لهان مع عيلته او يفهموها غلط. ولكن رد فعل عمة هان بيكون صادم وعكس كل توقعات يانو، لانها بتستقبلها بابتسامه عريضه وترحاب شديد وبتطلب منها تقعد وتاخد راحتها وكانها صاحبه البيت مش ضيفه غريبه. ومش بس كده، دي كمان بتقدم لها هديه غاليه جدا وبتقولها بمنتهى الذوق ان الهديه دي بسيطه جدا ومجرد تعبير عن فرحتها بوجودها مع هان، وانها السبب في سعادته وتغيير مزاجه للاحسن. وبتاخدها في جوله جوه القصر وبتفرجها على مجموعه قطع اثريه نادره وتحف فنيه ثمنها ملايين، وبتطلب منها تختار واحده منهم تاخدها كهديه تذكاريه. ويانو بتكون واقفه مش مصدقه نفسها ولا مصدقه انها موجوده وسط عيله غنيه جدا للدرجه دي وانهم بيعاملوها باللطف والتواضع ده كله. ولما يانو بترجع بيتها بتلاقي ان العيله كلها متجمعه عندهم وعاملين دوشه لان النهارده بيكون عيد ميلاد خالتها، وهي بتكون جايبه معاها المزهريه الاثريه اللي خدتها هديه من عمة هان عشان تهدي بيها خالتها. ولكن المشكله والمصيبه بتحصل لما بتكتشف ان والدتها هي كمان جايبه نفس شكل المزهريه بالظبط كهديه لاختها، والكل بيقف مذهول ازاي الاتنين جابوا نفس الحاجه. وطبعا العيله كلها بتبدا تتهم يانو ان المزهريه بتاعتها اللي مزيفه ومضروبه، لان مستحيل بنت زي يانو تقدر تشتري تحفه اصليه ثمنها يعدي ال 20 مليون، وان اكيد والدتها هي اللي جايبه الاصليه عشان هي ست كبيره ولها قيمتها، ومستحيل تجيب حاجه مزيفه لاختها. وبيبداوا يطلعوا القطط الفطسه في هديه يانو ويطلعوا فيها عيوب مش موجوده اصلا عشان يكسروا بخاطرها ويقللوا منها قدام الكل. ويانو بتسكت وبتتحمل الاهانه وهي عارفه انها مظلومه. وتاني يوم بتكون في حفله تنكريه كبيره جدا ومهمه وكل العيله بتكون معزومه فيها ومتجمعه هناك، وبرضه هان واصدقائه من رجال الاعمال بيكونوا موجودين كاعضاء مميزين وضيوف شرف في الحفله. ولكن الميزه ان كلهم بيكونوا لابسين اقنعه ومحدش عارف شكل التاني، وعشان كده يانو بتطمن وبتقرر انها تكون مع هان وتتمشى معاه عادي جدا، لان في الاول وفي الاخر مستحيل ان حد يتعرف عليهم من ورا الاقنعه دي. ولكن اخت يانو الشريره بتكون عارفه ومتاكده ان يانو موجوده في الحفله وبتميزها، وعشان كده بتقرر انها تنكد عليها وتفضحها، فبتوصي وتتفق مع 2 من الجرسونات اللي شغالين في الحفله انهم يراقبوا يانو زي ضلها ويلعبوها طول الحفله، ولو راحت يمين او شمال يعرفوها مكانها عشان تقدر تاذيها. ومش بتستكفي بكده وبس، لا دي كمان بتدبر لها مكيده خبيثه، وهم كلهم بيرقصوا في وسط القاعه وبتمثل ان يانو داست على رجلها بالكعب العالي بقصد وانها بتغير منها وعايزه تاذيها، وبتعمل مشهد درامي وتصرخ عشان تلم الناس حواليها وتفضح يانو. وطبعا يانو من صدمتها مش بتتكلم ولا بتعرف تدافع عن نفسها لحد لما الحقيقه بتتكشف وان اختها اللي كانت بتحاول توقعها في فخها وتدبر لها المصيبه دي. وهان في اللحظه دي بيتدخل بقوه وبيقول بصوت عالي سمعوا كل الحضور ان هو مش هيقبل بالاهانه اللي حصلت ليانو دي ابدا وانها خط احمر، وبيطلب من اختها بصرامه انها تعتذر فورا قدام الكل على كذبها وتمثيلها. وبعدها بيفجر مفاجاه اكبر وبيقول ان هو عنده اثبات قاطع على كذبه ونفاق العيله دي، وبيشاور الحراس بتوعه. فبيجيبوا المزهريه اللي والده يانو جابتها في عيد الميلاد وبيحطها قدام الناس وبيمسكها يكسرها 100 حته على الارض، وبيقول ان دي المزهريه المزيفه وانهم ضحكوا على خالتهم، وان المزهريه الاصليه اللي ثمنها 20 مليون هي اللي كانت مع يانو، وان يانو هي الصدقه الوحيده وسطهم. وفعلا في خبراء وناس بيفهموا في التحف كانوا في الحفله وبيأكدوا كلام هان وان اللي اتكسرت دي كانت تقليد رخيص. وبكده هان بيفضح اهلها قصاد الكل انهم حراميه ونصابين وكمان بيضحكوا على الناس واقاربهم، وان الاصلي بس هي اللي كانت مع يانو. ولكن في نهايه الحفله ومن كتر الضغط النفسي والتوتر اللي يانو تعرضت ليه بيغمى عليها بتقع من طولها، وهان بيشيلها وبيجري بيها، ولما بتصحى بتلاقي نفسها نايمه في سرير المستشفى وهان قاعد جنبها وماسك ايدها وبيعرض عليها للمره الالف ان هم يكونوا سوا ويتجوزوا وينهوا العذاب ده. فبتقول بضعف وانكسار انها مخطوبه وان اهلها مصرين على الجواز من الشخص ده وانها مش هتقدر تكسر كلامهم وتخالف التقاليد. فبيقول هان بعصبيه وغيره ان هي مستحيل تكون مع شخص هي مش بتحبه ولمجرد ان اهلها الطماعين عايزين انها تتجوز من الشخص ده لمصلحتهم، وان هو مش هيسمح بده يحصل ابدا. وفي وسط الكلام بتوصل بنات شغالين مع هان وشايلين اكياس وعلب كتير وبيقولوا ان هم جابوا الفساتين والملابس اللي هو طلبها مخصوص عشان يانو، وبتكون يانو مكسوفه جدا منه ومن كرمه الزايد ومش عارفه تعمل ايه ولا ترد له جمايله دي ازاي، لان هو بيحبها جدا وبيعمل عشانها المستحيل وهي مش قادره تكون معاه بسبب قيود اهلها. وبعدها بنشوف تينج وهو قاعد مع هان ومجموعه من اصدقائهم المشتركين في قعده شبابيه، وتينج بيحاول يستظرف ويحرج هان قدام الكل وبيساله بفضول رخم عن حبيبته او صديقته اللي هو مخبيها عن عيون الناس كلها، وبيقول له يا ترى هي مين وليه مش عايز تعرفنا عليها لحد دلوقتي. وهان بيرد عليه ببرود وثقه وبيقول له انه مش مخبيها ولا حاجه وان الوقت لسه ما جاش عشان يظهرها للنور، وبيمد ايده في جيبه عشان يطلع تليفونه ويوريه صورتها عشان يسكته ويحطه عند حده. ولكن القدر بيتدخل في اللحظه دي بالذات، وقبل ما تينج يلمح الصوره او يشوف ملامح البنت اللي في الصوره جرسون بيعدي بالغلط بيخبط في واحد من اصدقائهم والعصير بيتدلق كله على بنطلون الشاب ده،
الدنيا بتتقلب والكل بينشغل في الموقف ده، وطبعا تينج مش بيشوف الصورة والفرصة بتضيع عليه. وبعد ما الجو بيهدى تينج بيقوم من مكانه بيروح عشان يقف مع يانو ويضحك معاها ويحاول يقرب منها، وهان بيكون قاعد مكانه وشايف المنظر ده قدام عينيه وبيكون متضايق جدا وبيغلي من الغيرة لأن البنت اللي هو بيحبها واقفة مع راجل تاني، ومش أي راجل، ده خطيبها والمنافس بتاعه. ولكن للأسف مش بيكون في إيده أي حاجة يعملها أو يتصرف بيها لأنها قصاد الناس والمجتمع هي خطيبة تينج مش حبيبته هو، وإن أي تصرف متهور منه ممكن يسبب لها فضيحة ومشاكل هي في غنى عنها دلوقتي، وعشان كده بيكتفي بالنظرات النارية اللي بيبعتها لتينج. وأول لما الأصدقاء كلهم بيتجمعوا تاني بيقرروا يلعبوا لعبة صراحة أو تحدي عشان يكسروا الملل، والدور بيوصل عند هان والسؤال بيكون محرج جدا ومباشر وبيسألوه هو بيحب مين بجد، وهل البنت اللي خطفت قلبه دي موجودة معاهم النهاردة في الحفلة ولا لا، والكل بيكون منتظر إجابته بفضول شديد، وخصوصا يانو اللي بتكون قاعدة ومستنية تسمع هو هيقول إيه. ولكن هان بذكاء بيقرر إنه يمتنع عن الإجابة وبيختار إنه يخسر التحدي ويشرب العقاب بدل ما يكشف ورقته ويفضح مشاعره قدام الكل. وساعتها البنات اللي قاعدين بيبدأوا يهمسوا لبعض ويقولوا إنه طالما هو رفض يجاوب يبقى أكيد حبيبته موجودة وسطنا هنا، وهو مش عايز يقول اسمها عشان مفيش حد فيهم يتحرج او عشان العلاقة تفضل سرية، وده بيخلي الشكوك تزيد اكتر واكتر. وفي الوقت ده يانو بتكون شربت كتير جدا ومش دريانة بنفسها ولا بتصرفاتها، وفجأة بتقوم من مكانها وبتترمي في حضن هان قدام الكل وبتحضنه بقوة وكأنها بتستنجد بيه، والكل بيتبادل النظرات المستغربة والمصدومة من جرأتها دي وهي اصلا مخطوبة لواحد تاني. ولكن واحد من اصدقائهم اسمه كينغ بيتدخل بسرعة عشان ينقذ الموقف وبيقول للناس ان يانو عندها حالة نادرة اسمها عمى وجوه، وانها لما بتسكر مش بتقدر تحدد مين اللي قدامها، وانها اكيد افتكرت هان ده خطيبها تينغ عشان كده حضنته. وطبعا هان بيفضل ساكت ومش بيتكلم ولا بيعلق عشان ما يبوظش الكذبة اللي انقذت سمعة يانو. وبعدها البنت اللي اسمها آن اللي هي قريبة تينغ وبتغير من يانو بتاخد يانو من ايدها وبتقول انها توصلها للمنتجع او الاوضة بتاعتها عشان ترتاح. ولكن في الطريق آن بخبثها بتمثل ان يانو زقتها وقعتها على الارض وبتعمل مشهد درامي وبتصرخ عشان تلم الناس. وطبعا بيوصل تينغ في الوقت ده وبيشوف آن وقع على الارض ويانو واقفه مش فاهمه حاجه، فبيجري على آن ويقومها ويهتم بيها وبيسيب يانو واقفه لوحدها وكانها ولا حاجه بالنسبه لي، وده بيوجع يانو جدا حتى وهي مش في وعيها الكامل. وبعدها المشهد بينتقل لهان وهو قاعد لوحده في ركن هادي وسرحان في ذكرياته، وبنعرف سر خطير ومؤثر جدا هو ان هان زمان كان دايما بيشوف يانو وهي مع تينغ وبتهتم بيه لان تينغ كان قعيد لفتره ومريض، ويانو كانت بتراعيه بحنيه كبيره، وهان كان بيحسد تينغ على الاهتمام والحب ده، وعشان هو كان عايز يخليها تهتم بيه هو كمان وتكون قريبه منه عمل حركه مجنونه وراح كسر رجله بنفسه عشان يبقى مصاب ومحتاج رعايه. وفعلا خطته نجحت ويانو فضلت تهتم بيه وتراعيه لمده كبيره جدا. ولكن المأساة الحقيقيه انها بسبب مرض عمى الوجوه اللي عندها كانت طول الوقت ده فاكره انها بتعالج تينغ خطيبها مش هان، وان كل المعامله كويسه والحنيه اللي هان كان بيقدمها لها كانت بتفتكر انها جايه من تينغ، وكل الذكريات الحلوه دي اتنسبت للشخص الغلط من غير ما هي تقصد، وده اللي مخلي هان موجوع ومقهور لانه حبه وتضحيته راحوا لواحد تاني. وفي اخر اليوم هان بيقف مع اخته قصاد القصر في الهواء الطلق وبيتكلموا شويه في امور الحياه وبيحكي لها وضعه هو ويانو والمشكله العاطفيه المعقده اللي هو فيها، ولكن بطريقه غير مباشره ومن غير ما يذكر اسماء عشان اخته ما تشكش في حاجه. فبتقول اخته رايها بصراحه وبتقول ان البنت اللي في الموقف ده غلطانه جدا عشان تكون مخطوبه لراجل وفي نفس الوقت قلبها وعقلها مع شخص تاني هي بتحبه، وانها كده بتظلم الاتنين ولازم تاخد قرار حاسم وتخلي واحد فيهم بس هو اللي في حياتها، عشان كده بتأذي نفسها وبتأذي اللي حواليها حتى لو كان خطيبها ده شخص مش كويس ومش مناسب ليها. وكلام اخته ده بيخلي هاني يفكر بعمق ويقرر بينه وبين نفسه انه لازم ينهي الموضوع ده ويخلي يانو تكون ليه هو لوحده باي ثمن ويخلصها من تينغ للابد. وبعدها بنشوف يانو وهي رايحه تزور بيت اهلها اللي المفروض انهم عيلتها، ولكن من اول لما بتخش البيت الجو بيكون مشحون جدا وهي بتتكلم معاهم كلهم بطريقه وحشه وهجوميه لدرجه ان مرات ابوها الشريره بتقول لها بسخريه ان امها الله يرحمها نسيت تربيها تقريبا وان هي قليله الادب وان هي اصلا ملهاش اي مكان في البيت ده ولا ليها حق فيه، وانهم رموا كل حاجه تخصها في الزباله من زمان. وعشان كده يانو بتترعب وبتجري تدخل اوضتها القديمه عشان تتاكد من الكلام ده، وبتلاقي فعلا الاوضه فاضيه وكل حاجه متشاله منها. ولكن اهم حاجه كانت بتدور عليها هي المزهريه الاثريه الغاليه اللي كانت هديه من والدتها، وبتلاقي انها لسه موجوده في مكانها عادي جدا ومحدش لمسها، فبترتاح نفسيا وبتحس بالامان لان دي اكتر حاجه مهمه عندها ولها قيمه معنويه كبيره. وبعد لما بتخرج من البيت وهي شايله مزهريه مرات ابوها بتوصلها بغل وحقد وبتقول في سرها انها تدفع يانو ثمن اللي هي بتعمله ده غالي قوي وانها مش هتسكت على اهانتها دي ليهم، وبتقرر انها تنفذ خطه شيطانيه وهي انها توصل ليانو ماده مخدره او مهلوسه وتحطها لها في الاكل بطريقه ما عشان تخليها تخرف بالكلام وتقول حاجات
حاجات مش مفهومة وتتصرف بجنون قصاد هان عشان يكرهها ويبعد عنها ويشوف انها بنت مش طبيعية ومجنونة، وبكده تكون دمرت علاقتهم وانتقمت منها شر انتقام. ولكن والدتها بتقرر انها تعمل كده عن طريق انها تخلي اخوها يديها الدواء ده ويحطه في العصير، ولكن بسبب ذكاء يانو بتخلي اختها هي اللي تشرب العصير اللي فيه المخدر، وبتعمل لاختها مشكله كبيره جدا في الفندق، واهلها بيتعصبوا عليها وبيقولوا انها السبب، خصوصا لما بيلاقوا الماده في جيبها، وبعدها بيسيبوها ويمشوا عشان يدوروا على اختها اللي مش بيكونوا عارفين مكانها. وهان بيروح عند يانو بيطلب منها يروحوا سوا عشان يشوفوا اختها وهي في حاله تلبس اللي هي كانت هتقع فيها. ولكن يانو قبل لما تروح بتشرب العصير ومن حظها الوحش بيكون فيه من المخدر، وعشان كده اول لما بتروح عند اهلها بتكون مش موزونه تماما وبتقول اي كلام، ولكن اختها بتكون مع شخص تاني غير الشخص اللي هم مرتبين انها تكون معاه. وطبعا كده بتكون خطه مرات ابوها كلها راحت على الارض، ويانو كسبت حريتها من العيله دي. ولكن بسبب تاثير المخدر يانو بتطلب من هان ياخدها عند تنغ الاول، ولما بتروح هناك بتلاقي ان موجوده معاه، وطبعا بتتضايق جدا. وساعتها هان بيقول ان ده الوقت انها تغير رايها عن تنغ وترجع معاه هو على البيت، وبيكون تنغ جوه ومش مهتم باللي بيحصل ده. وعشان يانو بتكون مش في وعيها بتفتح بث مباشر وبتصور فيه تنغ وهو مع ان، وطبعا دي بتكون فضيحه ليهم لان هم مخبيين علاقتهم دي عن كل الناس. وبتروح بعدها مع هان عشان يرجعوا سوا على البيت بتاعه، وبيكون هان في الوقت ده مبسوط لان هي تمشي معاه، ولكن زعلان انها بتختاره وهي مش في وعيها. وتاني يوم بيكون هان مع المعلم اللي كان بيربي يانو من وهي صغيره، ولكن بيوصل تنغ مع والدته لان المعلم ده مش بينزل من الجبل كتير وبيكونوا عايزين ياخدوا من خبرته. ولكن هان طبعا بيكون قلقان ان يانو توصل في الوقت ده لان هم مش عارفين لسه ان هم مع بعض. ولكن يانو بتكون لبست باروكه وغيرت في شكلها ودخلت عليهم الاوضه عشان مش عايزه ان تنغ يتعرف عليها. ولكن من وسط الكلام بتقدر تكتشف ان هان هو الشخص اللي هي بتعتني بيه لمده كبيره جدا من عمرها، وهو اللي دايما كان بيعاملها باسلوب كويس، وان هي كانت مغفله طول الفتره اللي فاتت دي. وعشان كده بتقرر انها تسافر، ولكن هان بيعرف مكانها وبيروح يقدم لها الورد وبيوعدها انه يتجوزها واخر مره يكذب عليها. وعشان كده بتحضنه قدام انظار تنغ في المطار، وهو مش مستوعب ان هان بقت مع يانو للابد.